تهديدات الغرب والصعوبات اللي واجهها إيلون ماسك مولد شخصيا ملي قرر انه يفتح الانترنت على سكان قطاع غزة. اول خطوه قامت بها اسرائيل في بدايه العدوان ديالها على قطاع غزه هو على الفلسطينيين بشكل كلي باش تطرح في ارتكاب جرائم ومجازر في حق سكان قطاع غزه. على السوشيال ميديا ولا ما يعرف حتى شي واحد شنو كيوقع بالضبط في غزه. من هنا قرر إيلون ماسك انه يطلق الانترنت لسكان غزه من خلال الشركه ديالو ستارلينك واللي مخصصه توزيع الانترنت عبر الاقمار الصناعيه، وقرر انه يعاون الفلسطينيين باش يتواصلوا مع العالم ويبينوا ولو غير شويه من ديك الظلم اللي كيتمارس عليهم. قام يبين ايضا بمساعده الغرب واستعمال آلة إعلامية كبيرة لتضليل الرأي العام ونشر الأكاذيب وتقمص دور الضحية وإظهار الفلسطينيين أنهم هما اللي تعدوا على إسرائيل، وإسرائيل فقط تدافع على راسها لا أقل ولا أكثر، وتعطي الحق لراسها أنها تبيد الشعب الفلسطيني بالكامل. بالتالي مرة ماسك يتحدى القوى الغربية ويسمح للفلسطينيين ينشروا داكشي كامل اللي كيوقع في غزة من خلال منصة إكس اللي هي تويتر سابقا، فعطى كل واحد باش يعبر على الرأي ديالو بكل شفافية، على عكس المنصات الأخرى مثل فيسبوك ويوتيوب وانستغرام والعديد من المنصات الاخرى اللي ضربوا شحال من باج وشحال من قناه بسبب بسيط وهو ذكر اسم فلسطين او التعبير عن الراي او الوقوف بجانب الفلسطينيين. كاين امثله بزاف منهم اليوتيوبر المعروف ابو فله صاحب اكبر قناه في العالم العربي ضربوه بمخالفه تقريبا يطيروا القناه مجرد انه عبر على الراي ديالو ووقف على الشعب الفلسطيني. يوتيوب ليش حذفت المقطع؟ لا دقيقه ليش حذفت المقطع؟ وين حريه الراي يا يوتيوب؟ وين حريه الراي؟ انا شو سويت بالمقطع؟ غير عبرت عن رايي عن الامور اللي قاعده تصير. عنوان المقطع ماذا يحدث في فلسطين؟ عبرت عن رايي كمسلم كعربي. الشيء اللي صار لك تم حذف المقطع وحذف السترايك. وين عشان السترايك؟ لا السترايك خلاص حذفت سترايكين ما تقدر تنزل مقاطع او تفتح لايف. سترايك مرة ليش يوتيوب؟ علشان بس قلت ان الكيان الصهيوني كيان مخبن وعدو وكيان ابن. طبعا من بعد ما بداو الفلسطينيين كينشروا عبر منصات اكس العديد من الفيديوهات كتبين الواقع اللي كيدور في قطاع غزه، بدات كتوضح شويه الصوره للاجانب والمجتمع الغربي وباللي اسرائيل كتقوم باباده جماعيه للشعب الفلسطيني، وبدا تضامن شعبي وخرجوا مظاهرات كبيره في العديد من الدول الاوروبيه وفي جميع انحاء العالم تنديدا المجازر اللي كترتكب اسرائيل في قطاع غزه، على العكس ديال داكشي اللي كيسوق عليهم الاعلام الغربي وان اسرائيل هي الضحيه والفلسطينيين اللي تهجموا على اسرائيل. وقع واحد التضامن كبير من الشعوب الغربيه وخرجوا العديد من مظاهرات كبيرة جدا في العديد من الدول الأوروبية تنديدا بما كيتمارس الفلسطينيين في قطاع غزة. المساحه ديال الحريه اللي خلى ايلون ماسك منصه اكس كان عندها واحد الدور كبير باش ان العالم الغربي يكتشف الحقيقه وشنو واقع في قطاع غزه بالضبط، وبدات كتوضح الرؤيه للمجتمع الغربي. هنا يبدا الصراع بين الاتحاد الاوروبي وايلون ماسك. الاتحاد الاوروبي بواحد التقرير على ايلون ماسك وطالبوا بانه يقوم بحذف او وقف اي منشور داعم للقضيه الفلسطينيه او الفلسطينيين، او كيعارض توجه الغرب هذه القضيه بالضبط واللي هي الحقيقه واللي كتعارض مع البروباغندا اللي كيدعموها، وطالبوا بانه يرد عليهم في اقل من 24 ساعه ولا غادي يطبقوا عليه عقوبات جد كبيرة. فعلا ايلون ماسك قام بالرد على واحد التغريده. سياستنا هي ان كل شيء مفتوح للمصدر وشفاف، وهو النهج الذي اعرف ان الاتحاد الاوروبي يدعمه. يرجى ادراج المخالفات التي اشرت اليها في منصه اكس ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها. ميرسي بوكو. قانون اخر اخبار كتقول بالاتحاد الاوروبي غادي يقوم بحظر نهائيا منصه اكس بجميع انحاء ودول الاتحاد الاوروبي كنوع من العقوبات اللي غتطبق على ايلون ماسك. ما سمعش لكلامهم ومسح مقاطع الفيديو اللي كتبين الحقيقه على المنصه ديالو، كتبين الحقيقه وكتدعم الشعب الفلسطيني وغيرت نظره العالم على هذه القضيه.